بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. نسبة حضور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان هنقول أسعار ملوك البروتين، الأبيض التسمين والساس التسمين والرز التسمين للمستهلكين الغلابة المساكين بعد محاولات فاشلة من الإعلاميين اللي ما يعرفوش الأزمة فين والأزمة، عشان نكون عارفين في ارتفاع أسعار الأعلاف. لو الأعلاف نزلت شويتين الابيض التسمين هينزل، وباقي المنتجات والكتكوت اللي وصل 17 جنيه تنفيذات هينزل كمان، والبيض اللي داخل في 100 جنيه هينزل كمان. فالمفروض يدوروا على الأزمة فين ويحلوا فيه، ما يتكلموش على أسعار فراخ مش موجودة في السوق. والحملات الفاشلة اللي عاملينها في الوقت الحالي فشلت وبقت بفشل لحد الآن، لأن مفيش هبوط في الأسعار، ولأن المعروض والمطلوب أقوى من الجميع، ولأن الفراخ قليلة شويتين في الوقت الحالي. فبالنسبة للأبيض التسمين شغال 54، يعني بيتباع في المحلات ب60 جنيه زي ما هو، وهبوط طفيف حوالي جنيه في أسعار الأبيض التسمين. أما عن الساس التسمين فثبات واستقرار في أسعار الساس التسمين، ليصل سعر الساس التسمين إلى 61 جنيه تنفيذات. الرز التسمين كمان شغال 65، البلد الحر شغال 70 جنيه تنفيذات. وطبعا الأسعار اللي بنقول عليها أسعار أرض مزرعة ملهاش علاقة بالمستهلكين. هنضيف نسبة الربح للتجار وللمحلات التجزئة بعدين عشان نعرف أسعار باقي المنتجات وتشتري الفراخ من المحلات بكام. فالأبيض التسمين بيتباع للمستهلكين ب60، الساس التسمين يتباع ب70، الرز التسمين يتباع ب75، البلد الحر للمستهلكين يوصل 80 جنيه. أما عن العتيق فالعتيق بيتباع ب55 اللي انتوا شايفينه قدامكم في الوقت الحالي يا بني آدمين. أما عن البط فالبط في الوقت الحالي ب70. وطبعا عندنا الأسعار اللي حضراتكم شايفينها في الوقت الحالي أسعار تفوق الخيال، وطبعا ما كانش متوقع ان الاسعار توصل لهذه الارقام، لكن للاسف الشديد بعد الازمات وارتفاع اسعار الاعلاف زادت اسعار الابيض التسمين والكتكوت اللي كان ببلاش في الوقت الحالي من 16 ل 17 جنيه تنفيذات. وكمان البيض البلدي وصل ل90 على ارض المزرعة، يوصل المستهلكين المساكين ب100 جنيه. وكمان البيض الاحمر ب80 و82 يوصل 85 و87 تنفيذات. وكمان البيض الابيض ب77 يوصل المستهلكين 83 و84 تنفيذات كمان. بنحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله، ويرفع عننا وعنكم الوباء والغلاء. وزي ما قلنا كتير وباستمرار، الحلول في هبوط أسعار الأعلاف اللي زودت أسعار المنتجات. الناس اللي متابعانا على الصفحة وعلى القناة تعمل لايكات وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. بنعمل فيديوهات وبنعمل بثات بنقول فيها مؤشر السوق للمستهلكين الغلابة المساكين وللمربيين وللتجار كمان. نشوفكم من خير لخير، وما ننساش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.